مساء الخير. أنا دكتور عمر حجازي، دكتور بيطري، أخصائي جودة ومراقبة تغذية ومدير مختبر بيطري. اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو اللي فات عن ازاي هنفرق ما بين اللحمة الطازة واللحمة المستوردة، لكن الحقيقة أنا جاي أتكلم النهاردة عن حاجة غريبة شويتين. هو معقول يا جماعة إن احنا نجيب مكسرات أو مسليات من مقلة بقى، من سوبر ماركت أو من هايبر أو من أيا كان المكان، ويكون جواها سم؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا كلامي ساري على المكسرات وفول الصويا والحبوب والذرة وكمان الفواكه المجففة والرز والتوابل. في نوع من انواع السموم اسمه سموم الافلاتوكسين، وده بينتجه بعض انواع الفطريات المسببة للعفن واللي بتصيب المحاصيل والاغذية، وبتصيب المحاصيل سواء قبل او بعد الحصاد. ازاي نكتشف السموم دي وايه اضرارها دكتور عمر؟ السموم دي لا قدر الله انت ممكن تتعرض لها وتتصاب بيها لو انت تناولت او اكلت منتج نباتي متلوث بيها، او اكلت لحمه او منتجات البان او فراخ او ايا كان المنتج الحيواني بس جاي من حيوان اتصاب بيها. هيتصاب بيها ازاي؟ عن طريق الاكل والعلف اللي هو اكله. للاسف غير اعراض التسمم المعروفه اللي هي غثيان وقيء وارتفاع في درجه الحراره وضعف عام في الجسم ورعشه زي ما قلنا، الاصابه بسموم الافلاتوكسين بتدمر الكبد، ولا قدر الله وارد انها تصيب الانسان ببعض انواع السرطانات الكبديه. طب يا دكتور عمر ازاي نبعد عن حاجه زي دي؟ مبدئيا الاكل اللي انت مخزنه في بيتك، كلامي عن الاكل اللي بره الثلاجه، لازم تتاكد انك مخزنه بشكل صحيح. التخزين الصح 3 حاجات: بعيد عن الرطوبه، بعيد عن الحشرات، بعيد عن الحراره. وطالما جبنا سيره الحراره، يبقى اي سناكس السوبر ماركت او المحل سايبها في الشمس ومعرضه لاشعه الشمس المباشره، انا لا هشتريها ولا هاكلها. زي ما الفواكه والخضار اللي اصيبت بالعفن مهما قعدت اغسلها العفن مش هيروح منها، الكلام ده ساري برضو على المكسرات والتوابل، لان ساعات لما بتاخد رطوبه ممكن حد يقول لك والله انا هحطها في الفرن شويه او هحمصها شويه عشان ترجع كويسه. للاسف انا قلت لحضراتكم ان السموم دي بتتغلغل في الطبقات الداخليه للاكل ده او لايا كان المنتجات الغذائيه دي، وبالتالي التحميص مش هيشيل اي ضرر من الاضرار اللي موجوده فيها. لو لاحظنا في المكسرات او في التوابل اي تغير في الريحه، او انها خدت رطوبه، او انها بقت مزرنخه، برضه هنبعد عنها تماما وهنتخلص منها. ما ينفعش ناكلها يا جماعه. لازم نخلي بالنا كويس قوي من المقله اللي احنا رايحين نشتري منها. طب اشمعنى المقله يا دكتور عمر؟ المقله للاسف المنتجات بتاعتها معرضه لكل الريسك فاكتورز او لكل المخاطر المحيطه بالمنتجات الغذائيه، زي سوء التخزين، زي الحشرات، زي الرطوبه، زي ان هم يسيبوا المنتجات في الشمس. طب هل ما نشتريش من مقله خالص؟ لا، مش بقول لكم كده. اللي بقوله انك لما تيجي تشتري من مقله، وكلامي ده ساري على كل المنتجات الغذائيه والمسليات والسناكس واللحوم وايا كان، لازم تكون شاريها من مكان معروف وليه سمعته ودايما عنده شغل. يعني ايه عنده شغل؟ يعني الحاجه اللي عنده فريش وطازه وبتتغير اول باول. ليه بقول لكم الكلام ده؟ علشان صحتك وصحه بيتك واولادك. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات، وهرد على حضراتكم في اسرع وقت باذن الله. اشوفكم على خير.